بجد الفيديو ده انا طالعه فيه عشان اقول لكم كده شويه حاجات مهمه جدا جدا جدا. فعلا احنا بقينا في زمن الرخيص فيه بقى غالي. صدقوني الرخيص فيه بقى غالي. سامحوني على المنظر اللي انتوا شايفينه، بس الفيديو ده مهم جدا جدا وهيفيدكم ولازم تشوفوه. الفيديو هيبقى كامل معانا في اول تعليق، ادخلوا وشوفوه، هيفيدكم جدا 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 في كل الحاجات اللي انتوا هتعملوها الفترة اللي جاية. يلا نروح نشوف الفيديو كان فيه ايه. وجي اليوم فيه اللي المصنن بقى ليه سعر. يا سبحان الله، بقول حكم يا ولاد. ندخل بقى في الجد. جبت 2 كيلو بصل صعيدي مالي الدنيا. الناس اللي مش بتحبه عشان بيعفن، عشان قلبه بيبقى فاضي، تعالوا بقى اقول لكم تشتريه ازاي وتخزنيه ازاي ويفضل عندك طول السنة جاهز معاكي. حلو جدا، هتوفري مجهود، هتوفري فلوس. احنا عارفين ان البصل العادي بيبقى معدي ال40 جنيه. دلوقتي احنا بنجيبها مقفولة من تحت كده مش مفتوحة. قشرت كل الكم اللي معايا. دايما وانتي بتشتريها اشتري اللي هي مقفولة قوي من تحت، ما تجيبهاش مفتوحة عشان بيبقى في قلبها فاضي. انا مسكت شوية بعد ما قشرته وغسلته، بدأت ان انا اعمل شوية كده جوانح زي ما انتوا شايفين وافككه كده من بعض، علشان بينفعني في وصفات كتير قوي ببقى محتاجة فيه البصل بالطريقة دي. الجزء التاني طبعا زي ما انتوا شايفين، طبعا انا عينيا بصوا باظت في اليوم ده، بس هتريحك بقى طول السنة عندك. بدأت ان انا افككه كده وعشان يبقى جاهز على التفريز. الجزء الباقي قطعت 4 علشان اعمله في الكبة ويتفرم ناعم معايا، ناعم خشن شوية على حسب الطبخة اللي انتي بتحبيها. واستني معايا لاخر الفيديو عشان تشوفي ازاي هنشيله وتحفظيه. بدأت ان انا افرمه بقى كده كويس، وبعد ما اتفرم خالص هبدأ ان انا احفظه بالمادة الحافظة بتاعته واكيسه واشيله. هقولك ازاي تفرزيه يبقى سهل معاكي ان انتي تطلعيه، مش يبقى مكلكع كده ونستنى يفك. لا، ده انا هعملهولك بطريقة حلوة جدا هتسهل عليكي الطبخ وهتسهل عليكي الوقت، وبالذات بقى لو ناس زي حالاتي كده على طول وقتها كله بره وفي الشغل وما عندهاش وقت والدروس وكده، هتسهل عليكي الدنيا قوي قوي قوي. ولو وصلتي لحد هنا ولسه بتتابعيني دوسي لايك كده ودعوة حلوة من قلبك. وهنا بقى المادة الحافظة بتاعتنا كانت ايه؟ شوية زيت وملح. انا الطبيعي بتاعي ان انا بحط الزيت مع السمن، فانا كده حطيت الزيت مع البصلة عشان يحفظها مع شوية ملح بسيط. وبدأت ان انا اكيسه كده زي ما انتوا شايفين. مش كل طبخة في كيس، لا، هنهدر اكياس كتير والاكياس بقت غالية. هقول لكم هنعمل ايه. احنا بنحط الكمية بتاعتنا على حسب ما الكيس ياخد، وهنبططه كده زي ما انتوا شايفين. وبعد ما هنبدأ ان احنا نبططه هنقفله من فوق ونطلع الهواء اللي فيه. وهنجيب بقى خلة اسنان، ظهر السكينة زي ما انتوا شايفين كده، وابدأ ان انا احدده كده مكعبات على قد الطبخة اللي انا هعملها. هطلع المكعب او الاتنين زي ما انتوا شايفين كده. حلو نسهل على بعض الدنيا، واللي عنده طريقة حلوة لأي حاجة يقولها لي ونعملها مع بعض. خلصت كل الكمية بتاعتي بقى، وبعد ما خلصت اهي قدامكم هترتاحي منها طول السنة. توفير وراحة. كنتم مع سارة في وصفات سارة. انتظروني في وصفة جديدة وفيديو جديد. باي باي.